مرحبا بكم. عدنا لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024. الترجي الرياضي التونسي يستاهل مشاركته في دوري المجموعات بفوز مقنع، فوز قوي، فوز مشوق على النجم الرياضي الساحلي. أي واحد ما كانش يتصور سيناريو المباراة هذه من كافة المجالات، سواء اللعب، التكتيك، سواء الانضباط الجماهيري، سواء الروح الرياضية نجم نقولوا في المباراة. برافو، تحية ل 22 ملاعب اللي كانوا اليوم في الملعب. باهي، أي واحد قبل المباراة كان يستنى في نفس السيناريو اللي يصير بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، كيف يقابلوا بعضهم. احتجاجات ممرنة على خط الملعب، المدرب هذا يحتاج احتجاجات كبيرة من الملاعبية، تدخلات عنيفة. الحكايات هذه اللي استانسنا بهم ديما في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، نظرا للريفاليتي الكبيرة بين الزوز فرق والمشاحنات اللي تصير قبل المباراة. اليوم الملاعبية او الزوز فرق وراونا كورة مزيانة على الاخر، كورة ممتازة على الاخر. خلينا نقولوا لحد الدقيقة 65 او دقيقة 63 لحد الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. ما نستعجلوش الاحداث، نحكيو بشوية بشوية. المباراة اجمالا تتكون او تتقسم لزوز اشواط. الشوط الاول حاجة والشوط الثاني حاجة اخرى مغايرة تماما. الشوط الاول كان نقولوا فما اسبقيه للنجم الرياضي الساحلي، خطوره اكثر للنجم الرياضي الساحلي. النجم سكر على الترجي، النجم باغت الترجي بطريقه اللعب نتاعو اللي هي لعب وضغط على الترجي الرياضي التونسي في المناطق نتاعو. دونك النجم الرياضي الساحلي عمل دخله قويه في المباراه نتاعو، الشيء اللي مهمش شويه ملاعبي الترجي الرياضي التونسي والمدرب طارق ثابت اللي بقى يتفرج في الشوط الاول، ونجيو بعد نحكيو على طارق ثابت. دونك الشوط الاول كان للنجم الرياضي الساحلي، حتى في الفرص تقريبا 4 فرص سانحه للتسجيل النجم الرياضي الساحلي، لولا تألق مميش في درجة أولى وتسرع مهاجمي النجم الرياضي الساحلي، مع الحاجة السلبية اللي شفناها اليوم في الشوط الأول ونقصت شوية أو داركها الترجي الرياضي التونسي، اللي هي الباسات أو التمريرات الغالطة اللي قدام الكاج بتاع الترجي الرياضي التونسي. ما فهمتش علاش. فما زوز فرص كانت تذكروهم، الأولانية زوز فرص كانوا سانحين للتسجيل للنجم الرياضي الساحلي، اللي هي الأولانية باس من مرياح الأقبلو وباس من مرياح الزكريا العايب. الزوز تقصوا الباسات هذوما والزوز كانوا باش يكونوا اهداف محققه للنجم الرياضي الساحلي، لولا تألق من ميش وتسرع مهاجمين النجم الرياضي الساحلي. الترجي زاد في الشوط الاول جاته فرص صناع اللعب، لكن اجمالا النجم الرياضي الساحلي كان افضل بقليل من الترجي الرياضي التونسي. لكن الحاجه اللي هي نشكر عليها طارق ثابت، اللي هي اليوم كل شيء مشى منظم. ما فماش فلسفه كبيره في التشكيله، ما فماش فلسفه كبيره في التغييرات، كل شيء مشى منظم، الجمهور منظم، التشكيله منظمه. دونك هذيك هي الكره سامبل، الكره البسيطه، الكره السهله هي اللي تجيب لك الاطراح نتاعك. وحتى لا قدر الله جات نتيجة سلبية ما يلومك حتى حد. اليوم طارق ثابت هبط التشكيلة اللي لازمها تهبط، تغييرات وعمل التغييرات اللي لازم يعملهم، خاصة في الشوط الثاني. به نمشيو للشوط الثاني. الشوط الثاني كيف دخلوا الزوز فرق يلعبوا في نفس نسق او نفس تكتيك الشوط الاول، لكن في اول هفوه للنجم الرياضي الساحلي، اول هفوه في دفاع قلب دفاع النجم الرياضي الساحلي يستغلها يان ساس بكل نجاعه. ما تعملش الغلطه ذيك في اللاكس نتاع فريقك ضد واحد مولود في البرازيل. هفوة قاتلة في قلب الدفاع مع لاعب برازيلي يساوي الهدف الأول. يان ساس مرحمش وكان الهدف الأول عن طريقه هو بعده بدقيقتين. يعني نجم نقولوا من دقيقة 61 لدقيقة 63 تحكموا وقلبوا المباراة رأسا على عقب. كي تتفرج من دقيقة 61 لدقيقة 90 مستحيل تقول هذا الزوز فرق اللي لعبوا من الدقيقة الأولى لدقيقة 62 أو دقيقة 60. نص ساعة أو الساعة الأولانية لعب كانت حاجة، والبقية نص ساعة ثانية كانت حاجة أخرى.
بعد بدقيقتين توغل التايزون على الجهة اليمنى، ضربة جزاء الترجي الرياضي التونسي لا غبار عليها كالعادة من غير فلسفة. ونرجع نقولوا راو الكرة سهلة على الاخر. شكون مختص رقم واحد في ضربة الجزاء في تونس؟ هو ياسين مرياح، يحط كرة في الفيلي 2-0 للترجي الرياضي التونسي. بعدها النجم الرياضي الساحلي بتبيعه باش يهبط بالثقل نتاعو، وحاجة طبيعية وحاجة عادية انه يهبط بالثقل الى قلب الهجوم. التغيير عمله طارق ثابت انه ينزل بوقرة، ومن بعد هبط غيث الوهابي، وبدات الترجي تلعب على الهجمات المرتدة بعد الهدف الثاني ضد فريق اللي هو النجم الرياضي الساحلي، اللي باش نجم نقولوا اللي هبط بالثقل نتاعو الى الهجوم لعل انه يذلل الفارق. دونك لعبنا ريغلا اليوم، التشكيله اللي هي لازم تهبط هبطت، التغييرات اللي لازم تصير صارت. الجمهور، وديما راني نحكي على نقطة الجمهور، راهو جمهور ترجي يفرق برشا. الجمهور مشى ريغلا اليوم كل شيء منظم 2-0، ديبار قوي ياسر، ديبار مزيان برشا، ديبار في برشا معنويات في المشوار الافريقي وحتى في البطولة المحلية. 2-0 الترجي يترأس المجموعة بعد فوز بيترو اتليتيكو 1-0 على الهلال السوداني. الترجي في المرتبة الأولى هو وبيترو اتليتيكو الأنغولي 3-3 مع أسبقية زائد 1 على الفريق الأنغولي للترجي الرياضي التونسي. المرتبة الثالثة الهلال السوداني، والمرتبة الأخيرة للنجم الرياضي الساحلي. برشا ايجابيات اليوم، شفنا الشير اليمين الظهير الايمن للترجي الرياضي التونسي بن علي يعطيه الصحه. تايزن اليوم عمل ماتش محترم برشا وساهم في الهدف الثاني وجاب لنا بينالتي. هذاك علاش ديما نحكيو راهو الكره العصريه راهي كره اظهره، الظهير اليمين والظهير اليسار مهمين برشا باش يحلوا اللعب وقت تسكر اللعبه في وسط الملعب. الحاجه السلبيه ما نكونوش قاسيين عليه برشا، اللاعب النيجيري اوغبيلو ما عملش ماتش كبير، لكن يطلع منه يتحسن هو وزكريا العايب. برافو الناس الكل اللي هبطت وعطات 100%. 2-0 للترجي الرياضي التونسي. 1 ديسمبر النهار الجمعة الجاي الترجي يسافر إلى تنزانيا لمقابلة أو ملاقاة الهلال السوداني في المرحلة الثانية للتشامبيونز ليج إفريقيا دوري المجموعات. ما فماش حتى مشكلة إنه نلعبوا على الربح غادي في تنزانيا. الهلال السوداني يلعب خارج الأراضي متاعو، وسنا اختاروا يلعبوا خارج الأراضي المصرية أو اختاروا ما يلعبوش في ليبيا. 6 نقاط والمباراة الثالثة ضد بيدرو أتليتيكو في رادس، معناها ثم 9 نقاط ممكنين ونكملوا باش نكملوا بقية المشوار مرتاحين. الترجي الرياضي التونسي بصراحة تحية المعين الشعباني، لكن بعد معين الشعباني تغير وجه وطريقة لعب الترجي الرياضي التونسي. ترجي جديد مع طارق ثابت. برافو الولاد، يعطيكم الصحة لعبة الكل، يعطيكم الصحة كجمهور، وإن شاء الله الجاي أفضل. نشوفوكم إن شاء الله بعد مباراة الهلال السوداني، وإن شاء الله وقتها نبدأ نحكيه وعنا 6 نقاط.